معالي وكيل وزاره الشباب والرياضه على هذا الكلام الطيب الجميل. واذا كان الشباب والرياضه ونادي معلمين بني سويف الرياضي، اولا دول بيكملوا بعض، يعني احنا ما بنختلفش وعمرنا ما نختلف. كان بيقود في السنتين السابقتين الشباب والرياضه، كان كل مطالب المعلمين كانت مستجابه مع الشباب والرياضه. كل الشكر والتقدير طبعا اللي اشتغلت بشفافيه وبنور قدام الناس كلها، والحمد لله الادلاء بالاصوات كان فيه شفافيه. معالي المستشار ما كانش فيه انسان بيدخل الا بالبطاقه ويتحقق من شخصيته. كل الشكر والتقدير طبعا للجنه القضائيه، كل الشكر والتقدير للشباب والرياضه. معاليك شرفتونا ونورتونا وربنا يبارك في حضراتكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. طبعا طبقا لاحكام لائحه نادي المعلمين النادي الرياضي للمعلمين في التسويق، كان مفترض في حضور النصاب عشان تعاقد الجمعيه العموميه 1000 اسبوع. احنا الحمد لله حضرنا 1100 الله اكبر. جدول الاعمال افترض 395 اللي حضر 80 طبقا لنص الماده 11 فقرتها الاخيره. يبقى هيتم ان شاء الله تكليف مجلس الاداره ان شاء الله بحاله انتخابه او اللجنه المؤقته في اعتماد كافه بنود الجمعيه العموميه اللي كان المفترض مناقشتها ما عدا بند الميزانيه والحساب الختامي يرسل الى الجهه الاداريه المختصه لارسال الجهاز المركزي للمحاسبات. وان شاء الله باذن الله تعالى الفرز شغال تحت بالتوازي مع الجمعيه العموميه. لو كانت خلص الفرز كنت علمته، لكن ما خلص هنزل تحت ان شاء الله يخلص الفرز واعلمه لحضراتكم. الجمعيه كده انتهت ان شاء الله باعلان نتيجه